يا نهار أبيض، إيه كل الناس دي؟ شكلهم ناس مهمين جدا. بص يا مصطفى، ولابسين بيضات كمان. قضية أيسل، بنت عندها 7 سنين بس كانت أكبر من سنها استنى بكتير. استنى، احنا بقى هنعرفك احنا مين. السلام عليكم، احنا أطفال هيئة قناة السويس. كانت ضحكتها بتملى البيت نور، وصوتها وهي بتقرأ القرآن كان يخلي أهلها يحسوا إن ربنا بيفتح لهم باب من السما. شاطرة في مدرستها، خطها حكاية، وكل المدرسين كانوا شايفين فيها مشروع دكتورة كبيرة، دكتورة قلب بتسافر لألمانيا تتعلم وترجع تفتح مركز خيري تعالج فيه الناس ببلاش. لكن الصيف اللي كان المفروض يبقى أجمل ذكرياتهم بقى آخرها. مصطفى، بتحب مصر؟ طيب بتحبها قد ايه؟ في 2023 كانت الأسرة في أجازة بالعين السخنة، يوم عادي، الشمس عالية، الأطفال بيلعبوا والهدوء مغطي المكان، وأيسل نزلت حمام السباحة تلعب مع صاحبتها، ولحظة واحدة بس كانت كفيلة تغير كل شيء. الأم سابتهم ثواني، راحت مع أخت أيسل الصغيرة للحمام، لكن في نفس اللحظة كان في حد بيراقب. طالب من مدرسة دولية شاف إن المكان فاضي والطفلة لوحدها واستغل اللحظة، قرب منها وضمها ناحيته. حاولت تقاوم أو تحاول تطلع أو تتنفس، لكن البنت الصغيرة ما قدرتش. حمام السباحة اتبدل من لعب وخفة لصمت ورعب، وفي دقايق دقات قلب أيسل وقفت. لما الأم رجعت كان المشهد أصعب من إنه يتوصف، أصعب من إنه يتنسي أو إنه يتعالج. بعد تحقيقات ومحاكمات لمدة 2 سنين، المحكمة أدانت الطفل المتهم، معرفش إزاي بيقولوا عليه طفل، واتحكم عليه ب15 سنة. لكن هل ده يكفي؟ هل في حكم ممكن يطبطب على قلب أم اتكسرت؟ أم بتصحى كل يوم على نفس السؤال: إزاي بنتي مش موجودة؟ الأم كتبت على فيسبوك رسالة للعالم كله، للرئيس، للناس، للقانون: رجعوا حق الأطفال، زودوا العقوبات، خلوا أي حد يفكر 1000 مرة قبل ما يقرب من طفل. كانت بتتكلم بصوت أم، بس الحقيقة كانت بتتكلم بصوت كل طفل اتظلم ولسه مستني حقه.